طنجة المدينة المتوسطية التي كانت على مر العصور بوابة المغرب نحو أوروبا تستعد لحدث استثنائي عالمي، كأس العالم 2030. هنا ملعب طنجة الكبير احتضن العديد من المباريات العالمية، يسع 45 ألف متفرج، وهو اليوم يشهد أشغالا للتوسعة ليصل إلى 65 ألف مقعد. غير أن تقارير فيفا وضعت المدينة أمام مرآة من التحديات، إذ حصلت على تنقيط متدن بسبب ضعف شبكة المواصلات ونقص الطاقة الإيوائية. هنالك مجموعة من الأشغال والأعمال التي تشهدها مدينة طنجة بخصوص البنى التحتية الرياضية، منها الملعب الكبير للمدينة الذي يعرف تحديثات على مستوى جميع الأصعدة ليكون في مستوى تطلعات الاتحاد الدولي لكرة القدم بمواصفات عالمية. لكن طنجة التي عرفت تحولات عميقة في السنوات الأخيرة ترى في المونديال فرصة لتسريع إنجاز مشاريع كبرى وتحسين خدمات النقل والإيواء للارتقاء بمكانتها كوجهة رياضية وسياحية. طنجة هي الآن ورش كبير في عدة مشاريع اللي هي تم الانطلاقة ديالها واللي غيتم الانطلاقة ديالها مستقبلا، فيما يخص مثلا في السير والجولان. هناك مشاريع لتوسعة بعض الطرق، المحاور الكبيرة ديال طنجة وفتح طرق جديدة. فيما يخص الإقامة الفندقية، البنية الفندقية التحتية، هناك مؤخرا تم إعطاء رخص عدة فنادق مصنفة اللي غيتم إنجازها استعدادا لهذا الحدث. وتشير التقديرات إلى أن المغرب بحاجة لاستثمار نحو 5 مليارات دولار في البنى التحتية، وإضافة 43 ألف سرير فندقي ليكون مؤهلا لاستقبال السياح ومشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم. ربما لم تنل طنجة أفضل تنقيط في تقارير فيفا، لكن التاريخ لا يكتب بالأرقام وحدها، بل بالإرادة والطموح والعمل. والمونديال في نظر كثيرين هنا ليس مناسبة رياضية عابرة، بل فرصة ذهبية لتسريع التحول وتعزيز موقع المدينة على خارطة العالم. أنس عياش، الشرق، طنجة.